وبنتقل فورا للمهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران. مساء الخير سياده الوزير. وده اللي انا قلته وانا بدور فرصه ذهبيه للترويج ايضا لاكثر من قطاع في مصر، ومن ضمنه قطاع الطيران بالتاكيد، انه مصر تبتدي تسترد مكانتها على اكثر من مستوى. كيف ستستفيد وزاره الطيران من ذلك؟ طبعا اختيار الفيفا مصر كموقع من ضمن المواقع او الدول اللي بيزورها الكاس ده ثقه ان مصر الحمد لله بلد الامن والامان، وان الشعب المصري قادر انه يحافظ على الكاس، وده تقدير لمصر والمصريين ان شاء الله باذن الله. وده طبعا يكون يعني بادره وبيان ان السياحه ستعود قريبا ان شاء الله كما كانت في الماضي باذن الله. هل في خطة معينة للوزارة، تخفيضات هتنفذها في مواسم معينة مقبلة؟ المواسم الجاية مواسم أجازات كريسماس بالنسبة لدول كتير في العالم. بالتأكيد طبعا في تخفيضات 20% على التذاكر اللي بتصدر من خارج مصر للأجانب والمصريين المقيمين بالخارج. في برنامج مع وزارة السياحة لدعم السياحة الداخلية برضه إن شاء الله عن طريق تقديم تذاكر مخفضة وإقامة في فنادق مخفضة لدعم السياحة الداخلية ودعم أنشطة السياحة والمنشآت السياحية بالداخل في شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان. نعم، أشكرك مهندس عبد العزيز.